صراحة أنا ما كنتش بشوف النبي في الفترة اللي كنت بصلي على النبي فيها كتير. أنا كنت بشوف النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة اللي بستغفر فيها كتير جدا. من ساعة ما التزمت بالاستغفار أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام كتير. تمام. ولما كنت بعمل معصية كنت بشوف النبي عليه الصلاة والسلام جاي بس زعلان مني، فأعرف إن أنا عملت ذنب. أقسم بالله العظيم يا شيخ بكر، لما وصلت بالاستغفار ل20 و30 ألف شفت النبي في المنام وهو لابس أخضر، وقلت له يا رسول الله ادعي لي، فقال اللهم اغفر له وارحمه. يعني هو ما شافش النبي إلا بعد ما استغفر ربنا سبحانه وتعالى كتير. وقال لي بص بيقول ايه، وشفت رؤية صوت، ده اسمه هاتف، بيقول لي استغفر 30 ألف مرة وحاجتك هتقضى، وادعي دعائك يستجاب، وقول للأمة تستغفر 30 ألف مرة. وأنا عمال أقول لكل الناس عن جروبات وعلى الخاص. وشفت سيدنا يوسف عليه السلام قاعد جنبي في بيتي، وقف حصانه قدام بيتي، وفي ناس لابسين لبس فراعنة ومسكوا له الحصان ونزل وشعره جايبه لورا. وشفت سيدنا عمر واقف مع سيدنا محمد عليه السلام، وسيدنا محمد لابس عمامة خضراء ولبس أخضر. وشفت سيدنا موسى عليه السلام، ده كل ده بعد ما لازم استغفار، وهو بيصلي وطويل ورفيع، وده على فكرة وصف صحيح، سيدنا موسى كان كده. واخر شيء هقوله، انا اسف على الاطاله بس حبيت اقول لك اللي عندي عشان افيدك.